اسمع كده الفويس نوت دي جات لي من حد. مش عارفه، انا محتاره، وانا عندي احساس انه البراند اسم. يعني انا كساره لما بشوف حاجه يعني البراند بيتعرف من اسمه. طيب دي اول حاجه غلط جدا لازم تبقى عارفها. هي ساره عايزه تعمل براند للملابس، والحقيقه انها قاعده في البوينت بتاعت الاسم دي بتحاول تعمل فيها بقالها اكتر من 2 أو 3 شهور، بتدور بس على الاسم. خلي بالك انه الاسم بتاع البراند ممكن يفشل البراند قبل ما يبدأ، بسبب ان انت بس حاشر نفسك طول الوقت انه الاسم هو اللي هينجح البراند، الاسم هو اللي هيعمل البراند، الناس هتشتري بسبب اسم البراند. اسم البراند مش هو اللي بينجح البراند يا جماعة، دي مقولة خاطئة جدا. بالعكس، انت ممكن اسم البراند ده بسبب تفكيرك الكتير، وقتك اللي انت عمال بتديه وعمال تعمل اختيارات، والناس اللي عمالة بتقولك ده حلو وده وحش، لا ده افضل، طب خلي هنا سين ميم، لا ناخد اول حرفين مع اخر حرفين، لا طب نخليه اسم عربي، طب نخليه اسم انجلش. ممكن ده يقضي على البراند قبل ما يطلع اصلا، بسبب انك الحيرة وتضييع الوقت، وان انت دخولك الماركت في وقت معين كان ممكن يخليك تدخل ويحصل لك جروث ريت بشكل معين مرعب لو البرودكت بتاعك قوي او لو السيرفيس بتاعتك قوية. طب لو انت ما عندكش سيرفيس وما عندكش برودكت وعندك احسن اسم في الدنيا، هو عمر ما البرودكت بتاعك هينتشر لو اسمك احسن حد في الدنيا وهو مش الكواليتي بتاعته كويسة. مش بقولك اعمل احسن هاي اند كواليتي، لانه التوجه دلوقتي كمان مش للكواليتي خالص، التوجه للإنتاجية، الكوانتيتي أكتر. فاوعى تخلي حتة الاسم دي تسيطر عليك بالطريقة دي. وتعالى أقول لك في خطوات بسيطة جدا إزاي تختار اسم المشروع بتاعك بمنتهى البساطة اللي في الدنيا. أول حاجة لازم الاسم يكون بسيط، مكون من كلمة، ده أقوى حاجة، أو كلمتين، ده ماكسيمم، وما يكونش فيه حروف جر بكذا، في كذا، على كذا، من كذا إلى كذا. انسى شيل كل حروف الجر من حياتك أرجوك. الحاجة التانية، الأسماء بتاعة الأشخاص بتبيع أكتر من أسماء البراندات اللي هي LMS CMH، الحاجات دي كلها. لو سميت البراند باسمك ده أقوى حاجة، لأن أنت قدام هتعمل بيرسونال براندنج لنفسك، فهتقدر تبيع البرودكت بتاعك بشكل قوي جدا. الحاجة الثالثة، لو أنت وصلت لليست من الأسماء وليكن 20 اسم مثلا، 15 اسم، إزاي أقدر أفلتريت الأسماء دي وأستقر على أحسن اسم فيهم؟ بمنتهى البساطة هتعمل ورقة، الورقة دي محطوط فيها أسماء البراند بتاعك، وجنب كل واحدة كام من 5. هتاخد الورقة دي تطبعها وتروح لأكتر من 20 بني آدم ليهم في المجال، ملهمش في المجال، مهتمين مش مهتمين، تبدأ توزع الورق ده. وأحسن حاجة إنه يبقى في قعدة عائلية كبيرة، توزع الورق ده على الناس وتقول لهم ادوا كام من 5 لكل اسم انتوا بتقروه. هتاخد الورق بعد ما الناس هتكون قيمته، هتفلي الورق وتشوف كل واحد ادى كام من 5. غالبا هيطلع لك من 20 اسم 5 أسماء أو 3 أسماء. هتاخد ال3 أسماء دول، تبدأ تشوف بعقلك ايه الأسهل نطقا وكتابة بالإنجليش والعربي، تكتبهم كده قدامك وتحاول تنطق. لقيتهم كويسين، طيب هل الاسم فيه حاجة ريدندنس؟ يعني مثلا ايه، ما تسميش حاجة اسمها مثلا ميرورايز، بص صعبة، ما تسميش حاجة كده، ما تسميش حاجة مثلا قناة، صعب. ما تجيبش حاجة كده أبدا عندك في التسمية. طيب فلتريت ال5 أسماء، هينزلوا ال3، حطهم في بولت، اكتبهم وحطهم في بولت. هات ولد صغير قول له اسحب الورقة دي، هيسحب الورقة، هيطلع لك اسم، هو ده الاسم اللي هيبقى اسم البراند بتاعك، حتى وإن كنت انت مش عاجبك الاسم. ولكن نصيحتي، اعمل البروسيس دي، ابدأ فورا في المشروع، ركز في البيزنس، ما تركزش في اللي حواليه. ما تفتحوش يا جماعة بيزنس عشان خاطر انا لقيت اسم حلو، يعني ما تجيبش اسم وتعمل له براند، تعمل له برودكت. ده قمة الفشل. انت بعد كده مش هتعرف تعمل ده، هتفشل بسرعة جدا، لان انت مش هيبقى عندك حيثيات البيزنس جوه، مش عارف فاينانشلي البيزنس ده بيدور ازاي. فانصحك اعمل الخطوات بتاعه اختيار الاسم، وصدقني الاسم مش هو اللي بينجح البروجكت، القيمة الفعلية للمنتج بتاعك هي اللي هتنجح الاسم ده مع الماركتينج.
مع الماركتنج الصح. بس اشوفكم على الف خير، يا رب يكون الفيديو مفيد بالنسبه لكم. اعمل لايك، سبسكرايب وشير، واشوفكم في الفيديو اللي جاي.